اعرف ان الناس بتبقى شبه كلابها او كلابها بتبقى شبهها. لما مولي جات لي وهي جرو صغير كنت في مرحله صعبه في حياتي، الجو حواليا ساعتها كله ضغط وخنقه، لا كنت مبسوط من جوايا ولا من بره. والغريب ان لما ببص لصور مولي في نفس الفتره دي بلاقي انها كانت دايما مكشره، مفيش على وشها ضحك البابي اللي المفروض يكون موجود. وكانت ياسمين بتضحك معايا وتقول لي انتوا عاملين ايه في البيت، وكنت باخد الموضوع بهزار لحد ما قريت الدراسه دي. جامعه كوانسي جاكون في اليابان عملوا تجربه غريبه شويه، صوروا كلاب وصوروا اصحابهم وعرضوا الصور دي على ناس ما تعرفهمش خالص. طلبوا منهم يقول الكلب ده بتاع مين من الناس دي. والمفاجاه كانت في ان اغلبهم طبقوا الكلاب باصحابها بدقه كبيره جدا من العينين بس. والموضوع ما وقفش عند هنا. في 2019 وفي السويد احد الجامعات تسالت سؤال، يا ترى لو الانسان عايش في قلق او في سعاده كلبه بيتاثر بده؟ وعلشان يقيسوا الموضوع بشكل علمي جابوا الكلاب وجابوا اصحابها وشافوا الحاله المزاجيه عند اصحابها وقاسوا هرمون التوتر عند الاثنين. والمفاجاه ان مستوى هرمون التوتر عند الكلاب وعند اصحابها كان بيتغير تقريبا مع بعض وحتى على المدى الطويل. يعني مشاعرك بتتنقل من غير كلمه ومن غير لمسه، بس زي ما الحزن بيتنقل الراحه والسعاده كمان بيتنقل. لما المرحله الصعبه اللي كانت في حياتي دي انتهت ورجعت اضحك ورجعت انبسط، مولي كمان رجعت تضحك وتنبسط وتبقى في منتهى السعاده. وعلشان كده حتى في شغلي كمدرب كلاب محترف بيكون من اهم الحاجات اللي بدور عليها لما حد يسالني عن تغير سلوك كلبه، يا ترى ايه اللي اتغير في البيت، يا ترى انتوا في البيت عاملين ايه؟ لان اللي جواك بيبان على كلبك، لان سلوكه بيتاثر بحالتك النفسيه وحتى تعبير وشه. فلما تحس ان سلوك كلبك اتغير من المهم قوي تسال نفسك هو انا فيا ايه متغير.